باشمهندس فراس، باشمهندس فراس، انت رجل يعني بعيد عن مهنه التعامل مع بدء السياره الخارجي، يعني انت اصلا اختصاص ميكانيك سيارات ومشتغل ميكانيك السيارات ورجل يعني اكاديمي. ف ايضا اسالك سؤال نفس اللي سالناه الاخوه السابقين السمكريه، شنو اللي دعاك تدخل دوره عندنا؟ و يعني انا احس عندك فرق خلال هالخمس ايام، شنو اللي دعاك عندنا تجينا؟ اجتهادك بالدرجه الاولى، سمعتك الطيبه، وشغلك الواضح امام العيان، يعني اضافه الى انه انا حبيت المهنه وحبيت انه يعني عجبتني المهنه، حبيت اني ادخل بهذا المجال. ما شاء الله عليك، الله يحفظك. اتمنى لك التوفيق ان شاء الله بوجودك. وانا دا احس بك يعني اكو تطور عندك ان شاء الله، بفضل الله وجهودك. الفضل لله اولا واخيرا. وشو تسمع علينا في فروس؟ اوه اشكال شنو يعني؟ اشكال مديح؟ لا كل ذم والله العظيم اشكال مذمه سمعت عنه خلال هاي الخمس ايام امانه تقول للناس امانه الله ورسوله. الحكي غير الشوف، يعني الحكي غير الشوف، الحكي كان سلبي 100% والشوف لا ايجابي 100%، 1000% الايجابي، يعني مو 100%. امانه الله نحن متفقين على هذا الكلام؟ لا بالله الكريم. فاحنا يجب علينا ان نتكلم بصدق الحمد لله، وننقل الكلام للناس بصدق حتى الله يوفقنا. انسان صادق وانسان نقولها بالعاميه انسان شريف وانسان تخاف الله بالدرجه الاولى. قبل ما فكرت بالماده وقبل ما تفكر باي شيء ثاني فكرت انه شلون تدرس طلابك، فكرت انه شلون تعطي الماده لطلابك. بس انت ليش انثاريت قبل 3 ايام مع احد الاخوه المتدربين اللي كان معانا لما رجعنا له صار فد موقف بالمادي مع بعض، فانت راسا برزق. لا بالدرجه الاولى اذا تجي على الحق انه هو الغلطان، المفروض من عندك انت كمدرب، المفروض من عندك انت ما ترجع المبلغ. ليش؟ لانه هو عنده خلل، المفروض يقول لك هذا الخلل من اول يوم صار بيه الاجتماع. صح. فانت بالنسبه لك من اكتشفت وما حكى هو بالخلل، انت اكتشفت الخلل عنده، قمت رجعت له الفلوس، اضافه الى انه العالم يحشون بيك بالماده انه مادي طماع كذا كذا كذا، انت طلعتك وياه يمكن حتى الانسان المو مادي ما يسويها، انت شلت المبلغ رجعت له اياه، قلت له لانه اني مو همي الفلوس، اني همي انه انت تطلع من يمي بروفيشنال. يعني ابسط شيء لو اريد اقص من المبلغ، مو؟ طبعا هو يدرب 3 ايام هو يدرب يمك، او لو اخذ المبلغ كله من حقك. من حقك المبلغ كله، لانه العقد شريعه المتعاقدين، المبلغ كله من حقك، هذه مالات الله. بس احنا اكتشفنا شيء عنده هو خطا، يعني المسكين ما يقدر يطول، صح. فقلنا له لا امانه الله ورسوله هذا متفضل عليه، وشلت المبلغ رجعته انت بدون ما يرف لك جبن. الا هذه امانه اخي الكريم، فعلينا نتعامل بامانه. ان شاء الله انت قد بالامانه وانسان صادق، وربي يعطيك الصحه والعافيه. الله يسلمك، انا ما راح اخذ من وقتك باشر.